ظلم، والله العظيم 3 ظلم. نهار اسود، 15 سنة؟ انت بتقول ايه يا منتصر؟ قبض على الحاج فرج؟ بتهمة ايه؟ نهار اسود ومنيل، المخدرات؟ طب انتوا فين دلوقتي؟ ماشي يا منتصر، ماشي. نهار اسود يحسن ايه؟ مش قادر اصدق ابدا، مش ممكن. معقوله الحاج يتاجر في المخدرات؟ انا مش عارفه اعمل ايه ياما، مش عارفه اتلم على اعصابي من ساعه ما منتصر ما قال لي. طب قولي لي بقى هو فين دلوقتي؟ ما اعرفش، كل اللي اعرفه ان هم قبضوا عليه وخلاص. يا ستي انا مش هستنى، انا هنزل اروح لهم ادور عليه، اشوف اي محامي اكلمه لهم ولا اي مصيبه اعملها. رايحه فين بس يا بنتي؟ اروح اشوف المصيبه اللي حلت على دماغي. الكلام ده حقيقي يا خليل؟ حقيقي يا زهرة، اتخرب بيتي وبيتك في يوم واحد. والحاج فين دلوقتي؟ اكيد في المديريه. طب يلا بينا يا خليل. على فين؟ على فين؟ على المديريه. المديريه ما نستنى شويه، يعني نستنى شويه. استنى ليه يا خليل؟ انت عارفه يا حبيبتي المديريه يعني اقل رتبه هناك عميد، وممكن ياخدوا العاطل بالباطل. طب هنسيب الراجل لوحده كده؟ وحده مين؟ اللي زي ده ما يقفش لوحده، اكيد في جيش قدامه وجيش وراه هيشيلوا الموضوع يعني. ودول هيعملوا ايه دول؟ ايوه يا بنتي اعملي معروف، اسمعي كلام خليل، ياخدوا العاطل بالباطل. ايوه صح يا بابا صح. ايوه يا فوزي، تعالى لي والنبي على المديريه يا فوزي. ما كانش نومك يا خليل، خاطر اختك زهرة يا خليل. خد يا اخويا خد خد الطرحه دي على دماغك. انت راجل انت؟ سيب اختك ياخدوها كده لوحدها. اللي كان مستخبي خرج في يوم وليله يا عم فرج. منتصر منتصر، شفت اللي حصل يا ست زهرة؟ الحاج فين؟ لسه بياخدوا اقواله جوه. معاه مين جوه؟ معاه واحد من المحامين بتوعه. تقدر تحكي لي اللي حصل بالتفصيل يا استاذ منتصر؟ مش ناقصاك يا استاذ فوزي، انا بذات نفسي لغايه دلوقتي مش قادر استوعب اللي حصل. بيقولوا انهم راحوا يفتشوا مخزن من مخازن الحاج، لو في مخدرات. مخدرات؟ تقدر تقول لي نوع المخدرات دي بالظبط؟ هتفرق معاك يا استاذ فوزي؟ ايوه طبعا يا استاذ، ده اهم بوينت في القضيه. هيروين. هيروين؟ سين، الحاج فرج ابو اليسر كان موجود اثناء الضبطيه؟ جيم، اعتقد انه ما كانش موجود، وبعدين انا قلت لسعادتك ان انا ما كنتش موجود والا كانوا قبضوا عليا. المهم يا منتصر، عايزين نقوم له اكبر محامين في البلد. محامين؟ امال انا هنا بعمل ايه يا حاجه زهره؟ يا استاذ فوزي دي قضيه كبيره انت ما تقدرش عليها، خليك انت في حكايه الجواز بتاعتك. ليه يا استاذ؟ وانت شايفني مأذون؟ ده انا محامي مدني وجنائي وامور مستعجله. خلاص يا فوزي يبقى اشترك معاهم. منتصر، انا عايزه المحامين دول يبقوا مع الحاج من بكره الصبح. طمنا يا ست زهره، انا اتصلت بيهم وهعدي عليهم بالليل ان شاء الله. قول لي يا استاذ منتصر، كان في اذن من النيابه بتفتيش مخازن الحاج فرج ابو اليسر؟ ما انا قلت لك ما كنتش موجود يا سي فوزي. ازاي؟ ده اهم تاني بوينت في القضيه يا استاذ. ما هو اكيد الحاج سأل على تاني بوينت اللي انت بتقول عليه ده، واكيد المحامي اللي مع زميل حضرتك برضه سأل على البوينت ده. منتصر، انا عايز اشوف الحاج. ما انا مستنيه يا ست زهره. ايه ده، هو هيطلع معانا؟ تقدر تجاوب على السؤال ده يا مت؟ انا عايزكم تطمنوا وتحطوا في بطنكم بطيخه صيفي. يا حاجه زهره، شفت يا زهره؟ عملوها فيا يا ولاد الكلب، ما يقدروش يقتلوني، عايزين يدخلوني السجن. بعد الشر عليك يا حاج، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. يا ريتني كنت انا فداك. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده اللي يمس ضفر منك اطيره من الدنيا. مش لو كنت سمعت كلامي من الاول يا حاج ومينت معاهم ودفعت لهم كنت امنت شرهم؟ ابدا يا منتصر، مش انا اللي نخ ولا سلم، انا وراهم والزمن طويل. زمن ايه يا حاج؟ زمن ايه؟ ما هم خلاص لعبوا معاك اللعبه الكبيره ولبسوك قضيه صعبه قوي. صعبة ايه يا استاذ؟ عيب عليك ما تقولش كده. فوزي العدوي الشماشرجي المحامي قامص المحاماه، مفيش قضيه صعبه عليه. ان شاء الله يا منتصر هيخرج منها براءه. فوزي بس يقرا لنا المحضر ويقول لنا مكتوب فيه ايه. ما تقلقش يا حاج، انا هقوم لك اكبر محامين في البلد. ده مقامك برضه يا اخويا. انا اصلي كنت جايباه معانا بس يقول لنا هنعمل ايه. انت بلغتي فهيمه وحليمه على اللي حصل. وحشاني يا زهره. وانت كمان وحشني قوي يا فرج.
قولي يا اخويا، مش ناقصك حاجه؟ انت اللي ناقصاني يا حبيبتي. ولاد الابالسه فرقوا بيني وبينك. شدة وتزول يا حاج. انا جايبه لك كل الاكل اللي انت بتحبه. وانا تقبرني سويت لك كبه وكفته وحلويات اللي بتحبهم من تحت ايدي. ولا ليا نفسي اكل حاجه. المهم يبقوا شوفوا الجماعه اللي معانا دول. ما تقلقش يا حاج، انا موصيهم عليك وبسطهم على الاخر. بتقبر قلبي، انا هلا بعطيهم كل المصاري دي معي. انا اللي عايزه منك يا حليمه انت وفهيمه انكم ما تزعلوش زهره. عايزكم تشيلوها على راسكم من فوق. اطمن يا حاج. زهرة دي في عينينا. هي بتعرف انا قديش بحبها. تقبر قلبي الهي. الحمد لله. هو انا كده قلبي اطمن. محكمة. اللي قول لي يا استاذ فوزي، بما انك محامي يعني بتعرف الامور دي كويس، طمني قول لي الحاج ايه بقى؟ عايزين الصراحة؟ في الحقيقة يا أستاذ منتصر، الحاج فرج موقفه القانوني صعب جدا. صعب جدا؟ ايه الكلام الهجص اللي بتقوله ده؟ هجص يا أستاذ؟ هو أنت هتفهم في القانون أكتر مني؟ وانت بتفهم في القانون اصلا؟ أمال يعني حضرتك اللي بتفهم في الهجص؟ جرى ايه يا جماعه؟ هو احنا جايين نحل ولا جايين نتخانق؟ ما انت شايفه يا ست زهر، اذا كان الثلاث محامين الكبار اللي احنا جبناهم طمنونا. ما هو انتوا لو بتفهموا اصلا ما كانش في داعي للثلاث محاميين الكبار اللي كل واحد فيهم واخد $500,000 جنيه. كنتوا وفرتوا 3/4 المبلغ واي عيل من صبيانكم شال القضيه. ومين اللي قال لك ان احنا ما بنعملش كده يا فارس؟ بس احنا المره دي عدم المؤاخذه تاخدنا على اخوانا. القضيه اللي فاتت شالها واد من عندنا. ده انتوا سوابق بقى. كانت قضيه ايه بقى؟ مخدرات يا منتصر؟ لا حاجه ملوش علاقه بالمخدرات دي خالص. امال كانت قضيه ايه؟ يعني قضيه كده كانت متلفه للحاج، قضيه تموين، بس الحاج خرج منها زي الشعره من العجين. بقول لك يا منتصر بصراحه كده، احنا مفيش حد بينا غريب. هو الحاج فعلا بيتاجر في المخدرات؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. معقول يا ست زهرة انت يجي في بالك حاجة زي كده؟ شحال ما انت عاشرتيه وعرفتيه كويس. ده انا ما شفتش في حياتي حد يعرف ربنا زي الحاج. طب ده لولا حكاية حبه للحريم وجوازه الكتير ده، اقسم بالله انا كنت قلت عليه ولي من اولياء الله الصالحين. ما تقلقش يا حاج، براءه باذن الله يا حبيبي. الله راح ينصرك يا حبيبي. ان شاء الله هتطلع براءة وتكيد عدوينك يا حاج. باذن الله براءه يا حاج. انا حاج المحامين تقريبا كلهم طمنوني، مش عايزك تحمل اي هم. ما كفايه بقى. بس كفايه بقى يا اخت. هو تعال فوز العدو الشباشرجي تحت الصوره كده. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فرج أبو اليسر بالسجن 15 عاما مع الشغل. والله العظيم 3 ظلم. حرام، ده ظلم. والله العظيم 3 ظلم. نهار اسود، 15 سنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله على سلامتك يا زهرة. انا اللي جابني هنا. أنت كويسة يا بنتي الحمد لله. ما خلاص حكم على فرج. ما تفكريش في اللي حصل دلوقتي يا زهرة، خلي بالك من نفسك الأول. يعني ايه؟ هيقضي بقية العمر اللي فاضله في السجن؟ ربنا معايا يا بنتي ومعانا. مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق، حاسة اني في كابوس. ما تخافيش، المحامين بيقولوا لسه في نقد، هيحصل خير إن شاء الله.